ملوي مورق ومقرمش في الفرن كيجي اكثر من رائع. كنتمنى انكم تجربوه، فعلا كيستحق التجربه. وبسم الله على بركه الله نبداو في المكونات وطريقه التحضير. عندي هنا الدقيق، عندي 3 الزلايف، وعندي الفينو او سميد الرقيق، عندي ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، عندي البيكنج باودر 7 غرام، عندي الخل ملعقه كبيره، وعندي الملح بطبيعه الحال، والماء لجمع العجين. هنا استعملوا غير الماء الصنبور. غادي نضيف المكونات كاملين، بيكنج باودر والسكر الخل والملح، وغادي نجمع بالماء كما قلت لكم، الماء يكون عادي ديال الروبيني. غادي نجمع العجين بحيث ما خصوش يكون العجينه جاريه. غادي نوضعها في واحد البلاستيك ونخليها حتى ترتاح. بالنسبه اللي كانت يعني خاصها مزروبه انها توجدها، ممكن تستعملوا يديكم اولا تستعملوا العجانه، دلكوها غير واحد شويه صافي وها العجينه ديالكم واجده. هنايا غادي نقسم العجين كويرات صغيره. هنا كل ما صغرتوا الكويرات كل ما كيجي هذاك الفيطاج في الملويه ديالكم كيجي باين وكتجي مورقه كما كتشوفوا. هنايا غادي نعمل كويرات وغادي نوضعهم في واحد الصينيه اللي كتكون مدهونه بالزيت، وغادي نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها حتى ترتاح. هنايا غادي وضعت هنايا الزبده الحيوانيه مع الزبده والمارغرين ديال الخاصه بالتوريق، وهنا عندي الزيت باش غادي نطلق العجين. كما كتشوفوا كناخذ الكويره الاولى وكنحاول انني نسرحها بالاستعانه بالزيت كيف ما كتشوفوا حتى كتورق لي مزيان وتبان يبان ليا سطح العمل كيف ما كتشوفوا هنايا. فالعجينه كتقطع لانني وضعت الزبده وهي باقه سخونه، فما ديروش نفس الخطا اللي درت انا، ولكن مع ذلك ماشي مشكل. كما شفتوا يعني في لا فيديو فالملويه جات ما شاء الله مورقه كما كتشوفوا. كنبقى نوضع الزبده على هذا الشكل هذا وكنحاول نطوي هذيك الملويه على نفسها كيف ما كتشوفوا في الصوره. غادي نجيب كويره اخرى وبنفس الطريقه غادي نسرحها ونوضع الزبده وغادي نبقى نلويها كيف ما كتشوفوا على الكويره اللي قبل منها بهذه الطريقه هذه، يعني بشكل عشوائي كيف ما كتشوفوا. وهكا غادي نستمر عاوتاني كما كتشوفوا هكا. يعني كناخذ كويره كنطلقها بالزيت وكنلويها على نفسها بالاستعانه بالزبده. ضروري كنبقاو نعملوا الزبده في كل طيه ديال الملوي ديالنا كنعملوا الزبده. هنا كما قلت لكم انا راه عملت الزبده المارغرين وخلطت معها الزبده الحيوانيه. فالمارغرين معروفه انها زعما كتعطي داك الفيطاج كتجي زوينه بحال لاباط فويتي. هنايا انا غنعمل 2 مليويات، نتوما يمكن لكم تعملوا غير وحده الا بغيتوا يجيكم الفيطاج اكثر. هنايا غادي نوضع واحد الصينيه اللي غادي نفرش لها الورق الخاص بالطهي، وغادي نحاول انني نسرحها وكندهنها مزيان بالزبده كيف ما كتشوفوا صافي. وهنايا راه عندي الفران مسخن على 180 درجه. غادي ندخلها طيب، ومن بعد منين نشوفها بدات كتحمر غادي نقص الفران باش كتورق كيبان داك الفيطاج ديالها كيف ما كتشوفوا. هنا من بعد ما خرجتها من الفران كنخرجوها من الفرن وهي سخونه بطبيعه الحال. كتشوفوا كيفاش كتكون ما شاء الله كتجي مورقه كما شفتوا في الاول ديال لا فيديو. كما قلت لكم كنخرجوها وهي سخونه. غادي ندهنها بشويه ديال العسل اولا يمكن لكم تدهنوها حتى بشويه ديال الكونفيتور. وهنايا عملت لها الكاوكاو كونكاسي. يمكن لكم تعملوا اللوز الا كان عندكم ولا اي حاجه متوفره، اولا يمكن لكم تعملوا الكوك اولا تخليوها غير هكاك كتجي رائعه كما كتشوفوا كتجي مورقه. كتستحق صراحه تجربه. انا عملت 2 وحيدات صراحه طارو جاو مزيونين بزاف بحال الميلفين تماما كيجيو غزالين. كنت حضرت معكم واحد الملوي نيت فحالو غير هو انا كنت عملتهم صغيورين وعمرتهم باللوز والكوك حتى هما جاو رائعين.
كنتمنى لا فيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوا هاد الملويه هذه، فكتجي رائعه بزاف صراحه. هاد لا فيديو كان عندي بشحال هذه، ولكن الظروف ما خلاتنيش انني نبارطاجيه. تقريبا هاد لا فيديو عنده سنتين وهو عندي في التليفون. شكرا اللي وصلتوا حتى لهذا الجزء من الفيديو، ونتلاقاو في وصفه قادمه. مع السلامه.